شباب تالتة اعدادي، ازيكم؟ يا رب نكون بخير. هنحل مع بعض الاكيوميليتيف كويستشنز جيومتري. طبعا قلنا معنى كلمه اكيوميليتيف كويستشنز يعني اسئله مش في منهجنا، منهج اولى اعدادي، منهج تانية اعدادي، سته ابتدائي، اي حاجه جت في اي سنه هنلمها لك. بيجي منها في الامتحانات، بيجي منها سؤال او اتنين بالكتير قوي. عندك اكيوميليتيف الجبرا هتلاقيه عندك، وادي كده الجيومتري. يلا بينا تعالوا نشوف اول سؤال. اول سؤال عندي بيجي يقول لي the number of the diagonals of the hexagon. بسرعه كده فكرك كنا بنعمل ايه. لو 3 side اسمه triangle، 4 side اسمه quadrilateral، 5 side اسمه pentagon، 6 side اسمه hexagon، 7 side اسمه heptagon، 8 side اسمه octagon، 9 side اسمه nonagon. اكتب ورايا النوتس. 10 اسمه decagon. لو طلب مني number of the interior angles كنت بشتغل بدي. لو طلب مني number of exterior angles ثابته ب 360. لو طلب each interior angle كان ده الرول بتاعها. انت لازم تكتب ورايا نوتس. لو طلب مني number of sides بكتب يا اما 360 divided الاكستيريور او 360 divided 180 minus الانتيريور. مديك الاكستيريور تشتغل بده، مديك الانتيريور تشتغل بده. لو طلب منك النمبر اوف diagonals زي دلوقتي n multiplying n minus 3 over 2، والهكساجون ال n ب 6، يعني 6 times 6 minus 3 over 2 يعني 6. حطها انت على طول على الكالكوليتر هتطلع ب 9. اوكي، هتطلع اول واحده دي. تعال نشوف اللي بعده. بيقول لي هنا لو عندي تو انجلز بتاع isosceles triangle the two angles of the base of the isosceles are ايه. طبعا انا عارف ان في الايسوسلس تراينجل دول كان اسمهم البيز انجلز ودي كان اسمها الفيرتكس انجل. البيز انجل يا شباب بتبقى ايكوال ان ميجر او كونجرنت. هتطلع لتر ايه. اللي بعده لما يجي يقول لي الميجر بتاع الاكستيريور بتاع الايكولاترال تراينجل، اي ايكولاترال تراينجل كل انجل جواه ب 60 وكل اكستيريور انجل ب 120. هو عايز الاكستيريور مش الانتيريور، يبقى 120. لكن لو طلب اكستيريور بتاع اي حاجه تاني هتعمل 360 ديفايدد دي او طلب دي. بس خلينا ما شتتكش، هو كده كده ما شاء الله مش سايب سؤال. عندي حاجه اسمها النمبر اوف ذا اكسس اوف سيمتري. يعني ايه كلمه اكسس اوف سيمتري؟ اكسس اوف سيمتري حاجه بتقسم الفيجر نصين. فلو عندي ايسوسلس تراينجل ليه اكسس واحد، الايكولاترال تراينجل ليه اكسس 2 3، السكالين تراينجل 0، الباراليلوجرام 0. هي دي بتاعت دي بس هنا في انتر زياده بس. الباراليلوجرام 0، الريكتانجل 2 والرومبس 2، السكوير 4، الترابيزيوم 0 لكن الايسوسلس ترابيزيوم واحد بس، السيركل انفينيت، ريجولار بنتاجون على حسب اسمه، ريجولار بنتاجون 5، ريجولار هيكساجون 6. بعد كل ده الايسوسلس هو واحد بس. اوكي، بس انا مش عايزك تحل، انا عايز دول يتكتبوا في نوت يبقوا عندك. تعال نشوف دي. بيقول لي هنا عندي انجل 90 وعندي 60. على فكره طالما دي 60 هتكون دي 30. طيب وبعدين بيقول لي عايز يعرف ميجر اوف انجل دي بي سي. دي بي سي عايز يعرف دي بكام. بسيطه، هقول لك دي حلها ازاي. كنا خدنا زمان ان لو عندي ميديان، انت عارفك ان ده ميديان طالما في الميد بوينت، دي تاني اعدادي. ميديان خارج من انجل 90، الميديان بيكون هاف الهايبوتنس، يعني ده قد ده قد ده. فالتراينجل ده هيبقى ايسوسلس والتراينجل ده ايسوسلس. طالما دي 30 هتكون دي 30 وبالمره دي 60 وبالمره دي 60 وبالمره دي 120 يا معلم. تركاتها ان الميديان هاف الهايبوتنس، يعني ده قد ده قد ده. دول قد بعض ودول قد بعض. هو عايز واحده بس، عايز دي بي سي تطلع ب 30. اللي بعده بيقول لي ذا تراينجل 1 5 1 5. تعال اقول لك على معلومه. في معلومه بتقول لي ان انا عشان اجيب الثيرد سايد لازم يكون بيلونج للديفرنس والصم. طبعا معلومات قديمه مش مشكله هنفتكر. الديفرنس ما بينهم 0 والصم بتاعهم 6. لازم السايد الثالث يكون بيلونج من 0 ل 6.
0 ما تنفعش عشان اوبن، 6 ما تنفعش عشان اوبن، يعني اي نمبر ما بين ال0 وال6. الحلو ده لا، دي 10 سوري 5 و5 10، انا اسف شفتها 3 الصمت. طب الحلو ده الحلو ده لا، الحلو ده لا، الحلو ده لا، هو الوحيده اللي ما بين 0 و10 هو مين؟ هو ال9. اوكي طبعا دي النوت. انا يهمني تعرف النوت مش اجابه السؤال، لان السؤال ممكن يتغير. بيقول لي عندي تريانجل السايد بتاعته 5 و12 13، ده حلو ده. خلي بالك ان 3 4 5 6 8 10 5 12 13 التريانجل ده بيكون نوعه رايت. فطالما 5 12 13 التريانجل ده نوعه رايت. الهايبوتنس الكبير والصغيرين 1 5 1 12. طب هي الاريا اصلا بتاعت التريانجل كانت عباره عن ايه؟ كانت عباره عن هاف تايم بيز تايمز هايت، يعني هاف تايمز 5 تايمز 12 تطلع ب 30. طبعا 30 سنتيمتر سكوير. بيقول لي هنا in any triangle the sum of any two sides لازم يكون greater than a third. يعني ايه؟ مش اي ثلاثه سايد يجوا في دماغنا يقفلوا تراينجل. يعني ما ينفعش يكون سايد ب 10 وسايد ب 1 وسايد ب 1 وتقفل لي التراينجل. امال ايه؟ لازم الصم بتاع اصغر اتنين يكونوا اكبر من البيج. دول من عندي. ده ينفع ولا ما ينفعش؟ اصغر اتنين مش اكبر من البيج. اصغر اتنين ب 12 اكبر من البيج. اصغر اتنين 10 قد البيج، لا لازم يكون اكبر. اصغر اتنين 14 اكبر من البيج. اصغر اتنين 7 اكبر من البيج. اصغر اتنين 7 اكبر من البيج. اوكي فلازم الصم بتاع اي اتنين يكون اكبر من التالت. ما يهمنيش السؤال، يهمني النوت اللي مع السؤال. بيقول لي هنا the point of concurrence divides each median. يعني ايه كلمه البوينت اوف concurrence يا شباب؟ كنا خدنا زمان ان لو عندي ميديان وكمان ميديان وكمان ميديان، كانوا 3 ميديانز بيتقابلوا في البوينت اوف كونكرنس. والبوينت اوف كونكرنس بتقسم اتش ميديان انتو ريش 1 to 2 from the base or 2 to 1 from the vertex. from the base 1 to 2. ماشي؟ تعال نشوف اللي بعده. انا عارف ان انت ناسي، نفتكر عشان يلا بينا. سيبك انت شويه معلومات لوز العنب. طيب الكومبلمنتري ب 90، السبلمنتري مستر اعمل ايه؟ تجيب نوت بس حلو، بس تجيب كشكول تكتب فيه نوتس، او تجيب نوت بوك تكتب كده كل النوتس عندك عشان تبقى جاهز. احنا مش عايزين درجه حلوه، احنا عايزين فول مارك. اوكي وبعد كده مستني درجاتكم تجيلي، ها يعني تبعتوا لي كده درجاتكم كده عملتوا ايه في الامتحانات، عشان ان شاء الله كده هيكون في تكريم حلو للناس اللي جايبه فول مارك واللي ناقصين كده درجات. كده كده التعب لازم يتكرم. اهم حاجه تخش على الجروب بتاعنا، ولما نبعت لكم هتبعتوا لنا الدرجات كده برايفت عشان نعمل لكم حفله تكريم جامده جدا. تعالوا نشوف دي بقى. الكومبلمنتري ب 90، السبلمنتري ب 180، الاكيوميليتيف ب 360، الانتيريور انجل بتاعه التريانجل ب 180، الاكيوميليتيف 360. ودي كده كده معانا السنه دي يعني. طب تعالى نشوف اللي بعده. يلا بيقول لي لو عندي سكوير. طبعا خلي بالك تركايه السكوير ان لما اقول لك هنا ايه وهنا بي لازم هنا سي وهنا دي. هو عايز سي اي بي، سي اي بي. طبعا دي كلها ب 90، وانا عارف ان الدياجونال بيقسم الفيرتكس انجل في حاجتين، في السكوير وفي الرومبس. يعني الرومبس برضو الدياجونال بيقسم الفيرتكس انجل. احنا قلنا مش عايزين ده، احنا عايزين يبقى عندنا معلومات. طب ما دي 90 طالما مقسومه 2 يبقى كل واحده فيهم بكام؟ ب 45. دي شويه معلومات خدها كده سكرين شوت. دي كل الرولز بتاعت البريمتر والاريا واللاترال سيرفيس اريا والتوتال سيرفيس اريا والفوليوم. اوكي انا بس بحب احطها كده عشان اللي ناسي. لما اجي اقول لك the length of the diagonal الرومبس 6 و10 يبقى الاريا بكام؟ تعال اقول لك من غير رسمه. انت المفروض اخدتها السنه دي ان الاريا بتاعت الرومبس عباره عن half times diagonal 1 times diagonal 2، يعني half times 6 times 10 تطلع ب 30. اوكي ده برضو رول لازم تكون حافظه. وكده كده احنا خدنا في الديستانس قايل لك على كل الرولز.
الايمج باي ترانسليشن. احنا كان عندنا حاجه اسمها الترانسليشن، كان بتتجاب ازاي؟ بص كده، نحل دول بعد كده نحل اللي فوق. انا مش جاي احل بس، انا جاي افكرك بكل حاجه. قال لي لو انا عملت 3 ترانسليشن عند الاكس في البوزيتيف دايركشن، تيجي حضرتك عند الاكس تزود 3. طب لو عملت ترانسليشن عند الواي اكسس نيجاتيف 2، فتطلع 2 نيجاتيف 1. طب لو انا قلت لك اعمل لي ترانسليشن كل اكس يبقى اسمها اكس بلس 2 وكل واي يبقى اسمها واي ماينس 1، هعمل ايه؟ زود عن اكس 2 نقص من الواي 1 تطلع 6 و4. نشوف بقى الباشا. عايز الايمج. بص حضرتك، في رول اسمه انا قط الايمج ايكوال الاوريجن بلس الترانسليشن. هو بيقول لي ذا ايمج اوف البوينت، يعني دي الاوريجن، باي ترانسليشن تطلع هنا نيجاتيف 2 و2 لتر دي. اوكي، مش عايزك تحل السؤال ده بس، عايزك تكتب النوتس دي ويكون عندك اجاباتها. غالبا انا من كل سؤال مطلع كذا سؤال. كان عندنا حاجه اسمها الريفليكشن على الاكس اكسس، ريفليكشن على الواي اكسس، ريفليكشن على الاوريجن. لو عندي بوينت اسمها نيجاتيف 2 5 اقدر اعمل لها ريفليكشن، واحده على الاكس، واحده على الواي، واحده على الاوريجن. هو عايز الاكس بس نسكت، ناخد ايه بالمره الثلاثه. ريفليكشن على الاكس حضرتك هتثبت الاكس وغير ساين الواي. ريفليكشن على الواي اثبت الواي وغير ساين الاكس. ريفليكشن على الاوريجن غير الاثنين. هو عايز مين؟ على الاكس نيجاتيف 2 نيجاتيف 5. ماشي يا صديقي، يلا نشوف اللي بعده. طيب، الترابيزيوم بيكون فيه 2 باراليل. الباراليلوجرام ليه اكتر من بروبرتي. كل 2 قصاد بعض باراليل، كل 2 قصاد بعض ايكوال، كل 2 انجل في وش بعض قد بعض، كل 2 انجل ورا بعض الصم بتاعهم بيكون ب 180. وعلى فكره كمان هنا الدايجونالز هنا بيبايسكتوا ايتش اذر. الريكتانجل ايه البروبرتيز بتاعته؟ كل 2 قصاد بعض باراليل، كل 2 انجل قصاد بعض ايكوال. الدايجونال هنا بيبايسكتوا ايتش اذر، بس بيكون فيه 4 رايت انجلز. الزياده هنا ان الاربعه سايد قد بعض. تعال بقى نشوف هنا بيقول لي ايه. مين الكوادريلاترال؟ اللي الدايجونال ايكوال وبربنديكولار. تعال نتكلم على الدايجونال. دايجونال هنا، دايجونال احنا نبدا من اول هنا عشان هم دول اللي بيجوا اكتر. دايجونال هنا ايكوال بس، دايجونال هنا ايكوال بس، هنا مش ايكوال اصلا. دايجونال هنا بربنديكولار بس. يعني هنا الدايجونالز، بص اهي، الدايجونالز ايكوال نوت بربنديكولار، الدايجونال هنا بربنديكولار نوت ايكوال. لكن الكوادريلاترال اللي فيه الدايجونالز ايكوال سو بربنديكولار سيكو السكوير. قال لي ايكوال بس يبقى ريكتانجل، بربنديكولار بس يبقى رومبس، ايكوال وبربنديكولار يبقوا سكوير. هنشوف اللي بعده عشان خاطري النوتس. The volume of، طب الفوليوم اصلا كان عباره بتاع الكيوبويد لينس تايمز ويدث تايمز هايت. لو كان فوليوم كيوب سايد تايمز سايد تايمز سايد، سايد باور 3، يعني هعمل روت 2 تايمز روت 3 تايمز روت 6 تطلع ب 6 صح؟ على الكالكوليتر تطلع بكام؟ تطلع ب 6 على الكالكوليتر، مالكش دعوه بيها، انا بعملها بسرعه. طيب بيقول لي هنا عندي سايدين عايز يعرف التالت، جت قبل كده. السايد التالت بيكون بيلونج للديفرنس والصم. طيب هنا يعني ال ده السايد التالت، الديفرنس 4 والصم 10. عايزين ما بين 4 و 10، ال4 لا وال10 لا. بص ابن اللذينه، وال3 لا عشان مش معانا، يبقى هي الوحيده اللي كام؟ اللي تنفع 7. عندي تراينجل ميجر اوف انجل، حلوه دي، اقرا خبي دي. ميجر بي ب 90، خبي دي 3 ميجر اوف انجل ايه ب 90، اعمل ديفايد 3 يبقى ميجر ايه ب 30. اكيد عايز السي. هو اي تراينجل في الدنيا بكام؟ ب 180. طالما عندي 2 اعمل 180 ماينس 90 و 30 تطلع 60. مع المعلومات قديمه بس بصراحه في رايي معلومات مفيده. بص دي، كان عندنا رول في تانية اعدادي يقول لي ان السايد الكبير قصاده انجل كبيره. طب لو الانجل كبيره، برضو اسمع معايا،
الانجل بي في وشها اسمه اي سي، انجل ايه في وشها بي سي، انجل سي في وشها اي بي. طالما انجل اكبر من انجل يبقى سايد اكبر من سايد. مين اللي في وش البي؟ مين اللي في وش السي؟ يبقى سايد اكبر من سايد، اي سي اكبر. اي سي اكبر من، مش كاتبها. طيب دخل دي جوه. اسئله حلوه قوي يا جدعان، ده عايزه حد مذاكر اولى اعدادي وثانيه اعدادي وسته ابتدائي. بس احنا عندنا وقت ان احنا نلم براحتنا. السيركمفرنس اصلا يا 2 باي ار، يا اما السيركمفرنس ايكوالز باي تايمز دايمتر. اديتك الراديوس اشتغل بدي، اديتك الدايمتر اشتغل بدي، مديك الدايمتر. ايه حوار الباي؟ حوار الباي ده احنا قلناه السنه دي في الشرح. الباي بتاعتي يا 22 اوفر 7 يا 3.14، يا اما سيبها باي على حسب ما يقول لي في السؤال. قال لي حط الباي ب 22 اوفر 7 تطلع 44 سنتيمتر. اوكي تعال نشوف اللي بعده. بيقول لي هنا انجل اكس وانجل واي الاثنين كومبلمنتري وفي نفس الوقت ايكوال. ما هو طالما كومبلمنتري يبقى الصم بتاعهم ب 90، والاثنين قد بعض يبقى 90 ديفايدد باي 2. تاني كومبلمنتري يبقى الصم ب 90، طب الاثنين قد بعض يبقى 45 و45. دي حته كده من منهج تاني اعدادي. لو عندي اي بي لاين سيجمنت وعندي اكس واي از اكسس اوف سيمتري، هو اصلا يعني ايه كلمه اكسس اوف سيمتري؟ بيعمل له بايسكت وبيعمل له بيربنديكولار. وفي معلومه كمان، السايد ده قد السايد ده والسايد ده قد السايد ده. لو تفتكرها كان بيقول ايكو ديستانس فروم ذا تيرمينالز. هو بيسالك فعلا اكس اي واكس بي ايكوالز. طب خد بقى من عندي دي، افرض كان كاتبها اكس اي وكاتبها اكس بي، كنا بنحط كونجرانت. بس برضه احنا لازم نعلي على الكلام يعني. ما هو الايكوال بيبقوا كونجرانت والكونجرانت بيبقوا ايكوال. دي ايكوال لو حط لاين يبقى كونجرانت. عندي باراليلوجرام. اي باراليلوجرام لسه قايل لك من ضمن البروبرتيز بتاعته ان كل اتنين في وش بعض ايكوالز، وكل اتنين ورا بعض ب 180. هو عايز A بلس C، قال لي A بلس C ب 200، يبقى دي ب 100 ودي ب 100، يبقى دي ب 80 ودي ب 80. يسال بقى في اللي هو عايزه. ليه ب 80؟ كل اتنين ورا بعض ب 180. عايز B ب 80. تحس ان انا قاريه يعني. هيصيع بس احنا نصيع عليه برضه. طيب اي باراليلوجرام من ضمن البروبرتيز بتاعه الباراليلوجرام اللي اسمه ايه بي سي دي، ده قد ده وده قد ده. هو عايز اي بي بلس سي دي، ما هم الاثنين دول قد بعض. خلي بالك ان اي بي بلس سي دي يا اما توايس اي بي يا اما توايس سي دي. توايس اي بي مكتوبه، توايس سي دي مكتوبه، اخدنا زيها في منهجنا ماشي في ثالثه اعدادي. في لما كانت ساين ايه قد كوساين بي، ساين ايه قد كوساين بي يبقى الاثنين السم توايس. دي رخمه شويه. خلي بالك ان لو L1 بارلل تو L2 و L1 بارلل تو L3، اخد بس دول من عندي الاول طالما حطيت نوت يبقى في معلومه كده مهمه. لو L1 بارلل تو L2 L1 بارلل تو L3، مين اللي متكرر شيله يتبقى 2 و3. طالما بارلل بيطلعوا بارلل. طب مين اللي متكرر؟ L1. اشتغل بالراحه عشان بس الناس اكيد ناسي. L1 بربنديكولار تو L2 L1 بربنديكولار تو L3، مين اللي متكرر؟ L1. فانا هجيب ريليشن ما بين 2 و 3 بيطلعوا بارلل. لكن لو واحده بارلل وواحده بربنديكولار بيطلعوا بربنديكولار. مين اللي متكرر؟ L1. طب نشوف دي. نمسك الاولى L1 و2 بارلل وL1 و3 بربنديكولار. طب ما نمسك دول. ايه اللي متكرر؟ مفيش حاجه متكرره، خلينا في الاولى بقى. طالما L1 بارلل تو L2 وL1 بربنديكولار تو L3، شيل L1. واحده بارلل واحده بربنديكولار تدي بربنديكولار. وبعدين بيقول لي هنا، طب نرسمها لو مقرفه كده نرسمها. تعال. اللي متكرر L1
L2 باراليل ليه عيني يا باشا. طيب L1 و L2 باراليل، L1 و L3 بيربنديكولار. ماشي. طيب احنا كده قلنا دي L4 بيربنديكولار تو L2، L4 بيربنديكولار تو L2. نفسك في ايه بقى؟ اللي نفسك فيه. دول باراليل دول باراليل، دول باراليل دول بيربنديكولار دول بيربنديكولار. هو عايز 2 و 3، 2 و 3 باراليل، لا دول بيربنديكولار. 1 و 4، 1 و 4 بيربنديكولار. 3 و 4، 3 و 4، لا 3 اهي، 3 و 4 باراليل. ماشي. تقيله تقيله، ممكن اقولها تاني بسرعه معلش، حقكم عليا، بس يعني نرسم. اللي متكرر L1 هرسمه باراليل تو L2، L1 perpendicular to L4، L3 perpendicular to L1، L4 perpendicular to L2. يبقى 3 و4 مالهم باراليل، هتطلع نترسم. اوكي ماشي. تعالوا نشوف اللي بعده. معلش طولت شويه عليكم بس عشان the number of triangles. بيقول لي هنا عايز يعرف النمبر اوف تراينجل. ده رقم 1، ده رقم 2 الكبير 3، ده رقم 4، وده رقم 5 والكبير 6، والحلو ده رقم 7. كام ترابيزيوم؟ ده 1، ده 2، ده 3، ده 4 والكبير 5. كيف حولها؟ طيب اللي بعديها بيقول لي AB is a diameter. طيب بالمره ده احنا خدناها كتير في ثالثه اعدادي مع بعض. 3 5 يبقى ده 4، يبقى ده 2 2، يبقى الراديوس 2. عايز الاريا اوف ذا شادد بارت. خلي بالك ان دي هاف سيركل. اساسا اريا سيركل كانت عباره عن باي ار سكوير، يعني باي تايمز الراديوس 2، 4 باي. ده اريا سيركل، يبقى اريا سيمي سيركل نصها. ماشي. اريا السيركل كامله باي ار سكوير، الراديوس 2 باور 2 يبقى 4 باي، نصها يبقى 2 باي. هانت يا جدعان معلش. اللي بعده بيقول لي هنا ABC is right angled triangle at B الاريا of the semicircle drawn on the hypotenuse. عايز الاريا ماشي. if the area of the two semicircle دي يعني اريا بتاعت السيمي سيركل دي ب 36. طيب نبدا نشتغل بالاي بي. المفروض الاريا بتاعت السيركل كامله باي ار سكوير، صح؟ هو قال لي الاريا اوف سيمي سيركل 36. كنت احط لك هنا باي عشان تبقى اسهل يعني. كده في كله باي تبقى اسهل. طيب طالما الاريا بتاعت سيمي سيركل 36 يبقى الاريا الكامله 2 تايمز 36 باي. فالباي تروح مع الباي، يعني ار سكوير هيطلع ب 72. اللي بعديها الاريا اللي على البي سي السيمي سيركل 64. طيب الاريا بتاعت السيركل اصلا باي ار سكوير، يبقى هنا باي ار سكوير اريا السيمي سيركل 64، يبقى اريا سيركل اعملها تايمز 2، يبقى ار سكوير هنا هيطلع 128. يبقى الراديوس هنا روت 72 والراديوس هنا روت 128. ده 6 روت 2. وده 8 روت 2. طيب طالما الراديوس 6 روت 2 يبقى الدايمتر
12 روت 2. وهنا طالما الراديوس 8 روت 2 يبقى ده 6 روت 2. اقدر اجيب الهايبوتنس، اجيبه بايثاغورس، يعني هي طويله قوي. 12 روت 2 باور 2 بلس 16 روت 2 باور 2 هتطلع بتوين الدايمتر كامل 20 روت 2. الدايمتر كامل 20 روت 2 يبقى الراديوس لوحده هيطلع 10 روت 2. طب هي الاريا اصلا عباره عن ايه؟ اريا باي ار سكوير، يعني باي تايمز 10 روت 2 اول باور 2، يعني دي تطلع 200. طالما اريا سيركل 200 باي يبقى الاريا سيمي سيركل 100. طبعا شديده قوي، معلش. تعال نشوف اللي بعده. بيسالني اقدر in the opposite figure the number of colored اقدر احط كام تراينجل من ده؟ اعمل اريا ده ديفايدد اريا ده. لو جبت اريا ريكتانجل هعمل لينس تايمز ويتس 2 تايمز 3 ب 6. لو جبت اريا تراينجل هاف البيز ب 1 والهايت ب 1 تطلع هاف. يبقى اقدر احط فيه كام ريكتانجل؟ اقدر احط فيه كام تراينجل؟ اعمل ده ديفايدد ده، اعمل 6 ديفايدد هاف تطلع ب 12. اوكي، تعال نشوف اللي بعده. كانت ماشي. بيقول لي هنا ايه؟ if AE equal twice، ده عايز الريشيو ما بين التراينجل اللي اسمه BED to اريا ريكتانجل. طيب بص، طبعا دي كده فيها شويه شغل. خلي بالك ان هنا الاريا بتاعت ده، الاريا بتاعت الريكتانجل اصلا سمي ده اكس يا ولد. مش عايز يكتب. اريا ريكتانجل هتبقى عباره عن لينس تايمز ويتس. اللينس مسميه اكس والويتس ب 3. طب هو عايز اريا تريانجل. اريا تريانجل عباره عن هاف تايم بيز تايمز هايت. فحضرتك البيز بتاع التريانجل 2 والهايت باكس تطلع اكس. هو عايز ريشيو ما بين الاريا بتاعه التريانجل واريا ريكتانجل. التريانجل اكس والتاني 3 اكس، شيل اكس مع اكس تطلع 1 2 3. اوكي، تعال نشوف اللي بعده. اسئله برضو عايزه حد مذاكر سنين زمان. يا لهوي البريمتر دي انا هفضل امشي والف. طيب بص، عايز اقول لك على حاجه. السايد ده والسايد ده والسايد ده، ده مع ده مع ده شيلهم وحط مكانهم 5. عرفت منين؟ يا لهوي دي اسئله يعني اكيد انتوا ناسيينها. تاني، طالما ده 5 يبقى دي ودي ودي 5 ودي كمان 5. طيب لازم تكون دي ودي ودي قد ده 12. بايخ، يعني دول 10 ودول 24 تطلع 34. بصراحه هي الدنيا عماله تتقل تتقل تتقل. نعم، عايز ايه تاني؟ بيقول لي two circles inside a triangle the radius of one 6 then الاريا of، مش مدي التانية بكام بس هي نفس السيركل. ماشي. عايز الاريا بتاعت الريكتانجل. بسيطة حضرتك، الراديوس ده 6 يبقى ده كمان 6 يبقى ده كمان 6 وده كمان 6. بص كده. طب ما هو اريا ريكتانجل اصلا عبارة عن ايه؟ عبارة عن لينس تايمز ويتس. الويتس فيه اجماع ان 6 و6 12. طب اللينس ده 6 وده 6 وده 6 وده 6 24. 144 تايمز 2 288. اوكي ماشي. تعال نشوف اللي بعده.
ايه يا عم في ايه؟ طيب. بيقول لي هنا the opposite figure represent quarter circle of radius 2. عايز البريمتر. ماشي. خلي بالك ان البريمتر 2 بلس 2 ودي كام بقى؟ المفروض ان السيركمفرنس كامل 2 باي ار. لو سيركل كامله يطلع اللينس بتاعها 4 باي. طب دي كوارتر سيركل، يبقى السيركمفرنس بتاعها ايكوال كام؟ اعمل ديفايدد 4، يبقى لينس دي باي، يبقى باي بلس 2 بلس 2. اوكي، باي بلس 4. السؤال ده جه زمان قوي في اعداديه، اختي وانا بذاكر لها، انا فاكر السؤال ده. اوكي، تعال نشوف السؤال ده بيقول لي ايه. If the base of the parallelogram divides into ratio 1 to 3 then the ratio between الاريا ده والاريا بتاع الباراليلوجرام. ماشي، نفس الفكره. طبعا خلي بالك ان ده الهايت. بالراحه بقى كده، هجيب دلوقتي اريا تريانجل. اريا تريانجل عباره عن هاف تايم بيز تايمز هايت. البيز 1 والهايت اسمه اتش، يعني هاف اتش. اريا باراليلوجرام المفروض عباره عن بيز تايمز هايت، بس البيز كامله 4 والهايت هنا هايت. هو عايز مين تو مين؟ عايز اريا تريانجل تو اريا باراليلوجرام. هاف اتش تو 4 اتش، شيل الاتش مع الاتش. هاف تو 4 ما ينفعش تكون فراكشن، اعمل تايمز 2 يبقى 1 تو 8. برضه سؤال تقيل. اللي بعده عايز البريمتر اوف ذا فيجر. سؤال صايع. طالما ده 6 وده 8 يبقى ده 10. البريمتر ما بنحسبش ده. بريمتر يعني الاوتر. وطالما دي 60 ودي 60 يبقى ده ايكولاترال، ودي ممكن تجي لك اي ايسوستس في انجل 60 يقلب ايكولاترال. يبقى ده 10 وده 10. خلاص، يبقى 10 و10 و6 و8. 6 و10 و10 و8. البريمتر ما بجيبش اللي جوه، يبقى 20 و14 34. تعال نشوف اللي بعده. المسألة دي هتنفعك في أولى ثانوي. السؤال ده موجود في أولى ثانوي. طالما دي اكس ودي 2 اكس ودي 3 اكس، المفروض إن الصم بتاع الأنجلز ثابت ب 180. يعني 6 اكس ب 180، يبقى الإكس الواحدة ب 30. يعني دي 30 ودي 60 ودي 90. أكيد قال لك سيميلر صح؟ هو نفس السؤال ده موجود. طالما سيميلر يبقى الانجل قد بعض، دي برضه 30 ودي برضه 60 ودي برضه 90. اكيد عايز الهايبوتنس. السؤال ده مشهور قوي. ماشي، بسيطه. انا عارف ان اللي قصاد ال 30 هاف الهايبوتنس. طالما دي 3 هتكون دي 6. طبعا اسئله تقيله عليك، بس يعني احنا ايه، عندنا وقتنا واخدينهم بدري. تعالى كده نبدا نحلهم كلهم. بيقول لي هنا ايه؟ if the side length of the square ب 10. السايد ب 10. ماشي. عايز اريا سكوير. سهله جدا. ما هو انت لو وصلت ده قد ده يبقى ده 10، يبقى الراديوس 5. عايز اريا سيركل باي ار سكوير، يعني باي تايمز 5 سكوير، 25 باي. اوكي، تعال نشوف اللي بعده. ماشي. عايز اكس بلس واي. طبعا خلي بالك تقيله برضه عليك. ماشي، بص. بص، الانجل دي قد الاثنين دول. يعني الانجل دي، بص انت لو عملتها باي ارقام، انا برضه هقولها لك بعد كده، اشرحها لك بطريقه اسهل. بس لو انا سميت مثلا بص، دي اسمها 180 ماينس واي، ودي اسمها 180 ماينس اكس. مش كل اتنين جنب بعض ب 180؟ طالما دي واي يبقى دي اسمها 180 ماينس واي، طالما دي اكس يبقى اسمها 180 ماينس اكس. المفروض ان ال 180 ماينس واي بلس ال 180 ماينس اكس بلس ال 90 تطلع ب 180. دي بلس دي بلس دي ب 180. تعالى بقى نشوف مين هيقعد ومين هيمشي. وعايز اكس بلس واي. اوكي،
سي بالنيجاتيف اكس، سي بالنيجاتيف واي، اعمل 180 بلس 180 بلس 90 يعني 270 360 و90. 180 بلس 180 بلس 90 تطلع ب 450. ودي دي هناك تطلع ب 270 طبعا. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ اعمل كله تايمز نيجاتيف 1 عشان تغير الساين، تطلع اكس بلس واي ب 207. طبعا الاسئله برضو فيها شغل. خلصنا. اقول لكم ربنا معاكم، اشوفكم احسن ناس في الدنيا، خلوا بالكم من نفسيكم.